بابا. عمو علوش، طبعا هذا الاسم الدارجي اللي انا عرفته فيه قبل ما اعرفه على علاء مقداد. تعرفت عليه عن طريق العمل الفني، كانت اول تعرف لنا في عيد ميلاد لطفل، وبفتخر بهيك معرفه وبهيك صداقه، لانه كنز لا يفنى من الابتسامه ومن الضحكه ومن العمل ومن الاصرار ومن الثبات ومن التحدي. طبقة عائلتنا طبقة متوسطة الحمد لله، يعني بعينه في المستوى المعيلي مع الوالد والوالد. طبعا الوالد والوالدة بيعملوا مع بعض في البيع المتجولون، بس طبعا نبيع عليه عشان معيل اجتماعي عندنا في البيت. هذه الحمد لله انها مكفيانا وساتر علينا بيتنا. طبعا بالزاوية المجال العلمي الفني تبعي والمصرع اللي بعمله، قديش بقدر ادبر، قديش بقدر اساعد، فهذه من هنا بعين بالوالد والوالده يعني. مع مرور الوقت والشغل مع عمو علوش تعلمت الاصرار وتعلمت معنى التحدي للوصول للهدف اللي بدي اياه، فصار عمو علوش مدرسه بالنسبه الي لاصل لهدفي. اكثر زاويه كنت اخاف منها او اتغلب منها هو الطفل. كان الطفل هو اللي يغلب عمو علوش، اروح على المدرسه يغلبني، اروح على الشارع يغلبني، عمو علوش عمو قصير عمو شيء. فصارت فكره انه اشتغلت مره في المسرح ولا، فلقيت الزاويه المهرج انا حبها الطفل، فلقيتها انقلاب ايجابي انه الطفل يشوف عمو علوش من مكان سلبي لمكان ايجابي. فهذه الفكره حبيتها كثير، فتغري اضطريت انه اضل في المجال المهرج لرسم البسمه على وجه الطفل من زاويه والزاويه الثانيه لاتجنب انه الطفل يغلب عمو علوش. بدل ما يغلب عمو علوش صار عمو علوش يصور معك، عمو علوش بحبك، عمو علوش اعطيني بالون. فهذه الفكره حبيتها كثير والحمد لله نجحت فيها. في مجال شغلي مع عمو علوش كنت بلاحظ انه لما بلبس زي المهرج بينسى كل المشاكل والهموم والنقص اللي عند عمو علوش، فكنت بستغرب من عمو علوش كيف كان يعوض النقص اللي عنده والمشاكل بنشرة البسمة على وجوه الأطفال. يعني مواقف أثرت في حياتنا كثير، مثلا يعني أقل ما فيها إنه تكون مع صاحبك تركب على الخط، يقول لك واحد ولا اثنين، المواقف بتأثر عليك على نفسيتها، وهي الاثنين مع بعض يعني واحد ليش؟ من أحلى المواقف اللي عشتها مع عمو علوش، كنت ماشي أنا وياه بالشارع، وقفت قدامنا سيارة ونزل منها أطفال، عمو علوش عمو علوش نتصور معك، فعرفت التأثير اللي صنعه عمو علوش بنفوس الأطفال والأهالي. في فترة شغلي أنا وعمو علوش شكلنا فريق الطبيب المهرج الكلاون دكتور في مستشفيات الأطفال في قطاع غزة. أيقنا نتيجة العمل هذا وأيقنا أهميته بالنسبة للأطفال المرضى اللي صاروا هم جزء كمان من حياتنا أنا وعمو علوش. يعني من ضمن الحالات إنه في طفل حبيناه، حبينا نتعامل معاه، حبينا شخصيته، حبينا فكاهته، حبينا ضحكته وابتسامته، ويوم من الأيام يعني جت خبر وفاته يعني، فقلب تبعنا ما تريحش، تركنا عملنا وتوجهنا على المستشفى
بغض النظر انه انت مثلا وانت بتشتغل يجيك موقف تزعل منه، تنزل دمعتك، تزعل، الناس مش هتحس فيك ولا تحس الشعور تبعك، لا الناس هتعيش الواقع تبعها انه تضحك وانه المهاري جاي يضحكها وبس. بنفس الوقت انه انا اجاني خبر وفاة اخوي وانا كنت في احتفال في مستشفى ناصر، كنا عاملين احتفال للاطفال واجاني خبر وفاة اخي، فكملت الاحتفال وتوجهت على المستشفى. ما حبيتش حتى الاطفال اللي حوالي والاصدقاء عملي تفاجئ ان انا كملت شتي، كملت بعدين طلعت وتوجهت على المستشفى اشوف خبرها.